عمرك سألت نفسك ليه بننام؟ هو الجسم مش المفروض يشتغل 24 ساعة؟ طب ليه بنحلم؟ وليه ساعات بنصحى تعبانين أكتر ما نمنا؟ تعال نحكي. بص يا سيدي، النوم مش رفاهية، النوم ضروري زي الأكل والشرب. المخ وأنت نايم مش بيطفي، ده بيشتغل شغل تقيل جدا. احنا بنمر بأربع مراحل من النوم، وأهمهم حاجة اسمها REM sleep. دي المرحلة اللي بتحلم فيها، والمخ فيها بيكون شغال أكتر من وقت الصحصحة. النوم ليه فوائد جبارة، بيصلح جسمك، بيقوي الذاكرة، بيوازن الهرمونات، وبيخلي جهاز المناعة يشتغل بكفاءة كبيرة جدا. ساعات قليلة من قلة النوم تقدر تأثر على تركيزك ومزاجك وتخيلك وتحس إنك مش طبيعي. طب تحب تعرف إن في ناس عندهم اضطراب اسمه النوم المتقطع؟ أيوة، الناس دي بتصحى كل شوية من غير ما تحس، والنوم بيكون بدون فايدة على الإطلاق. أغرب حاجة، في ناس بتحلم وتتحكم في الحلم، دي اسمها lucid dreaming، يعني تحلم وانت عارف انك بتحلم وتتحرك جوه الحلم زي ما تحب. ده انا على فكره. كمان قله النوم ممكن تسبب زياده في الوزن، عارف ليه؟ لان الجسم بيزود افراز هرمون الجوع اللي هو الجريلين، وبيقلل هرمون الشبع. اخر معلومه هتفاجئك، اطول مده انسان قعد من غير نوم فيها كانت 11 يوم، بس بعد كده بقى بيهلوس وكان هيموت. يعني النوم مش هزار. الخلاصه اللي انا عايز اقولها النهارده ان نومك هو صحتك، ما تخليش السهر ياخدك، الجسد ليه حق عليك، ونومك السليم هو سر نشاطك وصحتك النفسيه. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تتابع السلسله وابعتها لاصحابك اللي بيناموا 3 ساعات ويقولوا احنا تمام. والسلام عليكم.